أنا الرفيق سوار حسكة من مواليد 1999. عشت يعني حياة بسيطة بين أهلي. دراستي الابتدائية يعني حتى الصف السادس، وبال 2010 تقريبا يعني انتقلنا من القرية على الحسكة. كملت المرحلة الدراسية يعني بالحسكة حتى الصف التاسع. بس الصف التاسع يعني كانوا أصدقائي يعني اللي أمشي معاهم وهاي يعني كانوا منتسبين بالحزب. اشتغلت يعني مع ابن عمي بالهجرة الجوازات والنفوس، يعني معقب معاملات. ظليت تقريبا شي حوالي سنتين، من 2011 تقريبا إلى 2014. ويعني بعدها اشتغلت بالعقارات مع بن جيرانه. اشتغلت زاد، ظليت تقريبا فترة شي سنة. وبعدها يعني كانوا ربعي منتسبين بالحزب، وكانوا يعني يحكوا لي عن اخلاق الحزب وهيك وهاي. صار عندي يعني فضول يعني اتعرف اكثر وافوت بين الحركه. رحت تقريبا على لافندا الطرق، صار على طريق تل تمر اكثر من مره، انا وصديقي يعني اسمه خالد. بس ما كانوا يعني ما يقبلون الرفاق لان صغار وكذا وهاي. ويعني بس ما استسلمت، ظليت اروح واجي اكثر من مره. يعني هيك صار عندي فضول اني افوت بالحركه، يعني هيك من قد ما يحكوا لي عنها وكذا وهيك، يعني صارت انه خلاص بدي افوت بهالشيء هذا. رحت على طلبوا مني اخر مره رحت عليه، طلبوا مني يعني اثبات شخصي. رحت على النفوس، طالعت اخراج قيد ورحت انتسبت. ظليت تقريبا حوالي 15 يوم اول مره. اهلي ما كانوا يعرفون عني شيء. بعدها جيت ايه يعني قلت له اهلي يعني شوي يعني رصوني بالكلام وكذا، وين ما كنت وهيك خايفين علي طبعا. انا قلت لهم يعني كنت انه اشتغل وهيك وهاي. المهم 15 يوم، بعد ال 15 يوم يعني رجعت النوب. رحت تقريبا ضليت شي حوالي 6 شهور ما يعرفون شيء. يعني انتسابي اول شيء بال 2014 ضليت فتره مع الرفاق، بعدين بطلت. وبعدين رجعت عادينا بال 2015 وقت فاتت داعش مع المنطقة هين. يعني رحت وظليت يعني فترة تقريبا شي حوالي 6 شهور. طبعا أهلي ما يعرفون عني شيء. وكنت فتت بينا يعني هيك، حتى الإجازة ما عاد أريدها. يعني شفت إنه روح رفاقية وهيك ذو ربع هفالات يعني وكذا وهاي. يعني تعلقت بالحزب حيل وميل، يعني إجازة وكذا هاي ما عاد أريدها. رحت يعني وقت انتسبت وفتت يعني بين هالحركة هاي. يعني شفت الروح الرفاقية، يعني شفت يعني رفاهية لأبعد الحدود. يعني ما كأن الواحد عسكري، ما كأن الواحد عسكري. تعرفت على رفاق كثيرين يعني أكثرهم استشهدوا. طبعا رفاق تعرفت عليهم أول مرة فتت شو اسمه طابور الشهيد لوند. تقريبا ضليت شي حوالي 10 أيام به. وبعد لوند نقلوني على زاد لافندا الطرق، ضليت شي فترة بي. آخر شي خذوني على دورة بأكاديمية الشهيد خابات. الحكي هذا بال 2015 تقريبا، بداية 2015 دورة الشهيد خوشمر. يعني وقت فتت بالطابور هذا بالدورة، فتت بالدورة يعني هيك تعرفت على الحزب أكثر. يعني هنا بهالحالة هاي تعلقت أكثر وأكثر. بعد الدورة تقريبا سويت دورة شي 45 يوم، طلبت قوات تل تمر.
طلبت قوات تل تمر، رحت على قوات تل تمر، ظليت بيها تقريبا يعني حوالي سنة تقريبا. التحقت بطابور الشهيد جودي عند آبال دليل، الله يذكره بالخير. وبعد بتل الحمام كنت أخدم طبعا بتل الحمام، بعدين انتقلنا على شو اسمه على المنطقة اسمها قرية هي اسمها الحويج. ظليت فترة تقريبا حوالي 6-7 شهور. يعني صارت حملة الشدادي. طبعا الرفاق هنا يعني ما طلبت إجازة، نزلت على الإجازة، إجازتي كانت 4 أيام، ظليت نهارين ورجعت. رجعت غادي، كانت حملة الشدادي الرفاق كانوا يعني يجهزوا لها، رحت معهم عادين على حملة الشدادي وثبتنا يعني نقاط وكذا وهاي. ظليت تقريبا من 2016 يعني سنة كاملة اني اخدم بالشدادي مع الرفاق وكذا وهاي. بعدها الرفاق طلبوا مني شو اسمه إدارة الجبهة غادي طلبوا مني اسوي دورة، يعني دورة شو اسمه قومنتانية، دورة سياسية 6 شهور. رحت على الدورة، ظليت بيها 6 شهور. بعد ما يعني 6 شهور غادي طبعا شفنا معاناة بالدورة حيل ومال بآخر فترة شهرين، انه الطيران وما طيران مسير، ضرب قراتشوك ما قراتشوك. يعني خلصنا الدورة بخير وكذا وهاي، انفرزنا. اجى عملي انا شو اسمه بيلوق قمتان مؤهل للطابور. الرفاق يعني سلمونا بعد ما جيت من الدورة سلموني طابور، ظليت بيه تقريبا حوالي 10 أيام. صارت حملة الرقة. الرفاق طبعا ما كانوا يقبلون اني اروح على الحملة هاي. طالبت انا، قلت يعني بدي انا اروح، خلاص يعني اخذت قرار بدي اروح مع الرفاق وكذا. رحت على الحملة. صارت حملة الرقة، طلعنا تجمعنا بالشدادي وطلعنا على الرقة. معاناة يعني كانت بي كثير معاناة، انه منها يعني شلون انه الرفاق اللي كانوا يستشهدون معانا وكذا وهاي، يعني هاي هنا كانت لحظة صعبة بالنسبة يعني بالرقة. الرفاق ما كانوا يفوتوني على خط النار، لان انا الوحيد يعني بين الرفاق اللي يعرف على القبضات، يدخل ترددات خاصة. القيادة كانوا يعني حيلهم يحبون الدرجة، وما كانوا يفوتوني على خط النار. كنت ادخل ترددات واخذ كوردينات للطيارة، اعطيها للرفاق الاعلى وهم يعطونا يعني. ظليت 7 أيام بالرقة. النهار الثامن يعني طبعا اكل وشرب، جوع ما في خالص، يعني كل شيء كان متوفر لنا، بس انه شنو انه وقت نشوف يعني انه يجيبون رفاق مستشهدة وهي كذا، يعني هي كذا هنا حيل مال كنا نتأثر. المهم 7 أيام بالرقة. النهار الثامن طلبت انا افوت من الرفاق، قلت بدي افوت على الخط الصادرية. الرفاق ما وافق اول مرة، بس انا يعني حيل رصيتهم وكذا وهاي، قالوا لي تمام. كان الشهيد بروسك الله يرحمه من كوباني، هو مستلم خط الجبهة غادي، قال لي تروح مع الرفاق تفوت جروب وترجع. قلت له تمام. طلعنا يعني معاي 10 رفاق، معاي أنا 10 رفاق. فتنا على الرقة، طبعا ما أعرفها، يعني بعمر حياتي غير بالحملة ما وصلتها خالص. يعني أسمع عنها مسموعات وكذا وهيك، بس أني يعني ما أنا يعني فتت بين شعبه وكذا وهاي، يعني ما أعرف أنه
شيء عنها خالص. طبعا وقت يعني ما كان بمدنية خالص، قليل المدنية طالعين، ما بغير يعني داعش بالمنطقة هذه. فتنة الدنيا ليلة. الرفاق كانوا فاتحين ممر للهمر وفتنة باتجاه سوق الهال. والله فتنة من اتجاه سوق الهال. كان في ساتر تراب، نزلنا عند ساتر تراب وطلعنا، يعني مشينا تقريبا شغلة 10 أمتار بكراج بولمانات. عدينا كراج البولمانات، الرفاق متقدمين لقدام يعني بهذاك، يعني فايتين شي 1 كيلومتر لجوا، بس بيق الناس الداعش كان بس يضربنا من ورا. يعني احنا كنا نفكر الرفاق هم اللي يضربونا، يعني الرفاق مشطوا النقطة، مشطوا ذيك المنطقة كامل، وطيران ضرب وما جاء شيء، كان متغبي بمأذن الجامع. المهم يعني اكل نصيبه هذا الداعشي، طلع من المنبج بالاخير. فت بشارع انا والرفاق، تمركزنا ببيت يعني وقت تمركزنا بالبيت يعني نمزح ونضحك مع بعض ويجد يعني يجد حيل وميل. المهم حكوا معنا على القبضة، قالوا لنا يعني تقدموا شغلة 10 أمتار وبعدين يعني خالص لا تتحركون. بهالحالة هاي يعني القناص كان كاشفنا زاد، يعني ما حد يقدر يرفع راسه، يعني ما حد يقدر يتطلع من طلاقية كذا. هاي فورا يعني كاشفنا خالص. حكينا مع الرفاق القيادة، قلنا لهم يعني الوضع 1 2 3، ما نقدر انه نتقدم ونطلع، القناص كاشفنا، يعني اذا اي حد يتحرك فورا يستشهد. جت الطيارة ضربت مشطت. المهم يعني نعم على قلبهم هذاك الوقت الدواعش. تقدمنا 10 أمتار، فتنا ببيت. البيت يعني من جوا كان يعني لسه مو معمر، بس الطابق الثاني معمر. فتنا بالبيت، اتذكر كان بي نفق. نفق فجرنا، قاعدين تابي رفيقنا هذول رشوا وهذول العيد الله يرحمهم، قالوا تنفوت يعني تنطلع الطابق الثاني نمشط. اللي اتذكر وانا يعني واحد منهم بس وقف يطلع الدرج، ما حش الا يعني حتى صوت ما سمعت، بس حسيت حالي طرت بالجو. وقت يعني افكر حالي انا بالبيت بحلم، ما قام استوعب هذاك الموقف. يعني شلون شنو صار، شنو ضربنا، شنو كذا ما اعرف. تقريبا ظليت اول 10 دقائق حش حالي بالبيت، يعني قام احلم. استوعبت الوضع، عرفت حالي متصوب، بس ايش ضربني ايش اصابتي ما اعرف. يعني اريد اقوم، عرفت حالي تصوب، بس وين ضربتي ما اعرف. بعد 10 دقائق تقريبا، اول 10 دقائق ما اعرف شنو ضربني. اتلمس يعني رجليني يعني كانن خالصات، بس ما اعرف انهن رايحات. يعني تلمسني كذا عظام طالعه ما اعرف مثل الشفره. خيو موقف يعني ايش ما اسولف لك عنه. يعني اكلت شظايا هنا، يعني احط ايدي تفوت جوا بطني. عرفت حالي متصاب، بس ايش ضربني ما اعرف. اصابتي برجلين بغير مكان ما اعرف. ظليت نص ساعه يعني صاحي، بعدها فقدت الوعي. يعني صرت موقف يعني انه عسرايين فوق ويريد ياخذ الروح، انا متكاونين يعني ما ياخذها احنا بيها. بعدها يعني ضليت نص ساعة صاحي جوا الرفاق علي. طبعا وقت صاوبنا وكذا وهاي صار صوت اطلاق نار شي نص ساعة جوا الرفاق. لما ما جانا الرفاق انا كنت فاقد الوعي، بس على الحركة صحيت. جاني قاسم، هذا القاسم من تل تمر اول كان رقم ثاني.
وفال دليل الضبع. هسه هو فوج هنا بالصاعقة واستلم، طالعوني. المهم على الحركة أنا يعني كنت فاقد الوعي، على الحركة صحيت. يعني يسولفون معي بس ما أقدر أروح عليهم. قالوا لي يا فال السوار ما بيك شيء، أنت هسه انضم، بدنا نوديك على المشفى، انضم روحك ونرجع. رحت على المشفى. بعد المشفى تقريبا شي بشهر ونص صحيت على حالي. صحيت بالمشفى العسكري، بمشفى الشهيد خابات. طبعا هالفترة هاي ما أعرف إيش صار معي، بس بي رفيقة اللي يعني ظلت معاي وجابوني من الرقة. هي كانت تسولف إنه المعاناة اللي عشتها بالشهر ونص، يعني فقدت الوعي شهر ونص. صحيت مشفى الشهيد خابات، صحيت على صوت طيارة. وقت صحيت بس ما زاد إنه يعني ما كنت مستوعب الموقف، ما أعرف حالي متصوب خالص. يعني ذاكرة تقريبا ظلت شي ساعتين رجعت. مشفى الشهيد خابات فقت. طبعا ما أعرف الليل من النهار، عيون ما بي. صحيت يعني أريد أقوم ما أقدر، أتلمس هيك إيدي هاي كلها مضمدة، أجهزة شغالة، الشوف ما أشوف خالص. أتلمس رجليني هيك، حاطين لي مخدة على يعني على جو رجليني، أتلمس رجليني قصار ومثل الطابة من صايرات من القدام، لو من مكان البتر. بس كل شيء توقعته إلا إنه رجليني رايحات، ما يعني خالص. أتلمس رجليني كذا، أرجع يعني أقول لا ما في شيء. المهم يعني كابر على حالي. هنا يعني بلشت أتذكر إني تصاوبت، صار معاي كذا هيك، بس ما إنه رجليني لا. جاني ممرض ممرض، ونقول الحمد لله على سلامتك. قلت له الله يسلمك، أنا وين؟ قال أنت المشفى العسكري، مشفى شهيد خابات بالقامش. ايش صاير معي؟ قال ما بشي، جابوك لعندنا والحمد لله يعني كل شيء تطور والعلاج تطور، وبكره راح تركض على رجلينك. وقال لي كذي يعني عرفت اني رجليني رايحات. هنا خيو ان شاء الله يعني ما حد يفوت بالموقف هذا. يعني صحيح انقهرت وزعلت وصيحت وكذا وكسرت، بس ما من وراها فائدة. يعني خلاص بدت اغلم بالجو هذا، انه راح خلاص يعني الواحد يعني ما يستسلم. والله يعني شوي صار وضعي احسن. الرفاق خذوني على الشام، تعالجت بالشام. طبعا عيوني بتر طرفين، وعيوني ظلت تقريبا شي سنتين ما اشوف. العدسة السوداء هاي صارت بيضة خالص. هسه واحدة اشوف بيها والثانية خالص عدم. واحدة اشوف بيها 50%، قام اسوي لها عمليات. ابي شظايا بالجسم بس ما ياثرن هذا. يعني الاصابات الثقيلة هي عيوني ورجلين اطرافي. طالبت يعني واني بضمن المشفى الشهيد خابات، طالبت باهلي يجوني. المهم خبروها من الرفاق جو. امي عرفت على صوته، يعني وبعدها يعني بعد ما شوي صار وضعي احسن وجيت من الشام، الرفاق زادين اخذوني على باشور، تعالجت غادي. رحت مرتين، اول مرة ظليت تقريبا حوالي شهرين، والمرة الثانية شي 6 شهور. ويعني وركبوا لي الاطراف. يعني رغم من الشيء هذا بس ما استسلمت، يعني ظليت مع الرفاق، اروح اجي اشارك. حطوني على وظيفة يعني اكثر من مهمة. اشتغلت. الرفاق حطوني على انضمامات، اسسنا فوج. انا يعني طالبت من الرفاق اني اكثر من مرة اني افتح فوج وكذا.
بس الرفاق قالوا لي ما عندنا أي مشكلة، بس هل إنه يكون يعني عمل أفضل من هذا يكون أحسن، إنه يريحك كونك أنت يعني تصاوبت وهاي وهي كذا، يعني نريد لك أحسن من الأفواج. يعني يحطوا عسكري وما عسكري خلاص، عسكري أنت قدمت واجبك والحمد لله وخالص، بس إحنا نريد له الأفضل، عمل أفضل من هذا. اشتغلت يعني جبت على رفاق عساكر ينضمون رفاق شرفان جديد يعني. رسالتي يعني اليوم يعني الإنسان إيش ما يصير به لازم ما يستسلم، والحياة بدأت تمشي يعني، كمتنا ولا ضحكنا ولا سولفنا الحياة بدأت تمشي ما تقف على حدا. يعني الواحد لازم يشتغل على حاله، لازم يشتغل على حاله، يعتمد على حاله، لا يعتمد على آخرين، لأن إذا اعتمد على آخرين راح يضيع. أما يعني مهما سوت بيه الحياة لازم يظل مكمل ومستمر، وهذا الشيء أريد أقوله. والله يرحم شهدائنا ويشافي جرحانا الشفاء العاجل يا رب.